اتعرف بحضرتك؟ أنا دكتور سيد شعبان، دكتور في إدارة الأعمال في المملكة المتحدة في جامعة جلاسكو كاليدونيان يونيفرسيتي. اهلا وسهلا. حضرتك حابب تضيف ايه للبرنامج؟ أحب أضيف إن سياسة التلوث اللي ماشي اللي موجود في كفر الزيات ده بيرجع لأن عدم تفعيل المسؤولية الاجتماعية من خلال الشركات المنتجة أو المسؤولة عن تلوث البيئة في كفر الزيات تجاه البلد ذات نفسها. على سبيل المثال إن طبعا المسؤولية الاجتماعية هنا غير متواجدة تماما، بحيث إن الصرف في النيل ونسبة التلوث بتكون عالية جدا من خلال هذه الشركات القابضة. الشركات القابضة أصول إنها لازم إنها تكون تحط في اعتبارها الشركات القابضة لازم انها تحط في اعتبارها تفعيل مسؤوليتها تجاه المجتمع وتجاه المنطقة اللي هي بتمارس نشاطها فيها او منتجاتها فيها، من خلال المساهمة في دعم الأنشطة الصحية بتاعتها، من خلال دعم يعني نسبة ترشيد الإنفاق فيها في النيل. يعني ده من خلال هذا.